يلا نبدأ في الجد بقى. الجزء السادس من ال OOP الانكابسوليشن. نظرا لأهمية الموضوع ده الفيديو دسم جدا، يعني ما تتفرجش عليه كأنه فيلم، هات ورقة وقلم وزي ما وريتك طريقة المذاكرة في البداية هنمشي بيها. صليت بينا على اللي هيشفع فيك صلى الله على سيدنا محمد. مبدئيا كده وقبل أي حاجة، ال OOP قايمة على 4 عواميد أساسية، وهما الانكابسوليشن، الابستراكشن، الانهيرتنس والبوليمورفيزم. هنبدأ النهارده مع الانكابسوليشن. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق. السؤال الأول، إيه هو تعريف الانكابسوليشن؟ بالبلدي بتاعنا كده حاجة عاملة زي الكبسولة العلاج اللي أنت بتاخدها، البرشامة يعني. بص شكلها بيكون عامل إزاي؟ بيكون عبارة عن كذا مادة فعالة مع بعض بيشتغلوا مع بعض، وعلشان أخليك تستفاد بالعلاج ده كان لازم أجمعهم في كبسولة واحدة مقفولة مهمتها إنها تخفف عنك الألم بتاعك. بالله عليك ركز قوي في كلامي ده علشان ايه الموضوع مهم جدا. واحده واحده بقى معايا كده. لو جيت وبصيت على الكود بتاعي هتلاقي ان المواد الفعاله اللي في الكبسوله دي هي الاتريبيوتس والميثودز اللي بتشتغل على مين الداتا بتاعتي. بعمل فيهم ايه؟ بغلفهم واحطهم في كبسوله واحده كبيره اللي هي الكلاس. ليه عملت كده؟ علشان احمي البيانات بتاعتي اللي جوه الكلاس من اي حد ممكن يوصل ليها او يعدلها بشكل عشوائي او بشكل مباشر. من فين؟ من بره الكلاس. يعني انا بمنع اي حد من بره الكلاس انه يعدل على البيانات بتاعتي. انا بس بعمل ايه؟ بوفر لك ارشادات ازاي تتفاعل مع البيانات دي، لكن ما تقدرش تغير فيها حاجه. الصوره بصراحه مش واضحه قوي يا حسين، عيب عليك انت تعرف عني كده. بص يا سيدي، مش هخليك تنساها بامر الله. شايف الموبايل اللي انت بتتفرج منه عليا ده؟ هو ده الانكابسوليشن. هو عباره عن اني خافي عنك التعقيد بتاع الموبايل، ازاي المعالج بيشتغل، ازاي الشريحه بتشتغل، او حتى لمسك للشاشه بتشتغل ازاي. كل اللي موفره لك هو واجهه بسيطه جدا فيها الشاشه والكاميرا والميكروفون، وسايب لك ارشادات ازاي تستخدم الموبايل. انت بس يا دوبك بتعمل ايه؟ بتدوس على الشاشه مش اكتر. مثلا عايز اتصل بشخص ما، كل اللي بعمله بدوس على زرار الاتصال وبعمل المكالمه بتاعتي عادي بشكل طبيعي. اللي انت مش شايفه بقى، علشان تعمل المكالمة بتاعتك بكل سهولة ففي عملية معقدة شغالة في الكواليس ورا بتنفذ لك الأمر ده، وهو ده اللي أنا خفيه عنك، لأنك مش مطلوب منك أصلا إنك تعرف كل ده شغال إزاي. وكمان أنا سامح لك بس إنك تعدل على الأجزاء اللي مسموح إنك تعدل عليها. مثلا زي إيه؟ لما بتيجي بتسجل رقم جديد مش بيطلب منك إنك تكتب الاسم والرقم؟ هو ده يا معلم. يبقى أنا عملت معاك إيه؟ خفيت عنك التعقيد، واحد. حميت البيانات، اتنين. وسهلت عليك استخدام الموبايل، تلاتة. واتحكمت في الوصول، يعني تقدر توصل لإيه وما تقدرش توصل لإيه، أربعة. وهو ده إجابة السؤال التاني، ليه التغليف أو ليه الانكابسيوليشن مهم جدا. وضحت الصورة كده؟ تمام. لو وصلت معايا للجزء ده وما قلبتش الفيديو يبقى أنت فعلا تستاهل كل معلومة بتتقال في الفيديو ده. السؤال التالت، ازاي بطبق بقى الانكابسوليشن في بايثون؟ لما باجي اطبق التغليف في بايثون الموضوع بيختلف يعني عن اي لغه برمجه تانية. يعني ايه يا حسين مش فاهم؟ يعني بايثون بتعتمد على حاجه اسمها قواعد التسميه، نيمينج كونفنشن. في لغات تانية زي الجافا والسي بلس بلس هنلاقي ان عندي حاجه اسمها مستويات الوصول اللي هي الاكسس موديفايرز، ودي بتتحكم في مين اللي يقدر يوصل للمعلومات والميثودز اللي جوه الكلاس. واحدة واحدة وكل ده هنفهمه مع بعضينا وهنفصص الكلام ده. تعالى بقى ايه، نقف كده وناخد نفسنا ونشوف الدنيا دي فيها ايه. انا عايز هنا اوصل لك ايه؟ اني عايز اتحكم في مين اللي يقدر يوصل للمعلومات والميثودز اللي جوه الكلاس ومين اللي ما يقدرش. يعني ازاي احمي البيانات بتاعتي. تمام. تعالى بقى ايه نفصص الكلام ده. انواع مستويات الوصول ثلاثة: عام، محمي، خاص، بابليك، بروتكتد، برايفت. ناخد اول حاجة وهي البابليك، عام. مبدئيا كده وقبل اي حاجة، كل حاجة في الكلاس بتاعك بتكون عامة بشكل افتراضي، يعني اقدر اوصل لهم من اي حتة في البرنامج لحد ما انت تحدد ايه اللي عام وايه اللي محمي وايه اللي خاص. لو بصينا على مثال العربية ده هنلاقي ان كل حاجة فيه بابليك. يعني لو بصينا على الاتريبيوتس هنلاقي لون العربية والموديل دول كده اسمهم ايه؟ بابليك اتريبيوتس. ولو كنا هو عملنا اوبجكت من الكلاس بتاعنا اهو، اللون احمر والموديل بي ام دبليو. تمام. تعالى كده نغير لون العربيه من الاحمر للازرق. هقول له كار 1 اللي هو الاوبجكت بتاعي دوت كلر هيساوي بلو. تمام كده. شغل الكود كده بعد اذن حضرتك. ظهر لي ايه؟
لون العربية اهو اتغير من الأحمر للأزرق عادي من غير أي مشاكل. ليه حصل كده؟ علشان اللون ده ماله public attribute، أي حد يقدر يغير في البيانات بتاعتي. وضحت الصورة؟ جميل جدا جدا جدا. تاني نوع معانا وهو المحمي protected. نبدأ في الجد بقى، وبص كده واحدة واحدة والموضوع بإذن الله هيكون سهل. تخيل إن عندك عربية، تمام؟ جوه العربية دي في أجزاء أقدر أوصل لها بكل سهولة وأغير فيها عادي، زي مثلا إيه؟ زي لون العربية، العجل بتاع العربية. الأجزاء دي شبه المتغيرات العادية في الكلاس بتاعي، تمام؟ لكن في أجزاء تانية بقى جوه العربية زي نظام الموتور أو نظام الفرامل، ودي محتاجة معاملة خاصة جدا علشان تقدر تتعامل معاها، تمام؟ زي إنك محتاج تكون فاهم في ميكانيكا السيارات علشان تقدر تعدل على الأجزاء دي، وما ينفعش أي شخص عادي كده يغير فيها بشكل عشوائي، وإلا العربية مش هتشتغل أصلا. في البرمجة بقى يا معلم، الأجزاء دي اللي هي نظام الموتور أو نظام الفرامل هي البيانات المحمية. في لغات تانية بقى زي الجافا والسي بلس بلس بكتب كلمة protected جنب المتغيرات أو الميثودز اللي عايز أحميها، وبكده محدش يقدر يغير في البيانات بتاعتي دي أبدا. بس عندنا في بايثون بقى للأسف الخاصية دي مش موجودة. أمال هحمي البيانات بتاعتي إزاي؟ عن طريق إني بحط علامة الأندرسكور قبل الاتريبيوت والميثودز. وانا قلت لك من شويه ان بايثون بتستخدم حاجه اسمها ايه؟ نيمينج كونفنشن علشان تحمي البيانات بتاعتها. ايه هم موضوع قواعد التسميه دي او النيمينج كونفنشن؟ تعالى بقى بص يا سيدي. بايثون قالت لي ان ده مجرد اتفاق بيننا احنا كمبرمجين بايثون، تمام؟ ركز قوي ان ده ماله مجرد اتفاق بيننا احنا كمبرمجين بايثون. يعني حضرتك اول ما تشوف علامه الاندرسكور، انت ايها المبرمج، مبرمج بايثون، اول ما تشوف علامه الاندرسكور انا كده بدي لك اشاره ان البيانات دي مالها محميه. يعني ايه؟ يعني من فضلك ايها المبرمج لازم تتعامل معاها بحذر شديد، لانها هي مخصصه بس لمين؟ للكلاس. يعني ما ينفعش اروح انادي عليها من بره الكلاس. وضحت الدنيا؟ تمام. يلا بينا على المثال نفهم بيه اكتر واحده واحده اهو. على مثال العربيه بتاعتنا برضو هروح احط اندرسكور قبل اللون، وهروح اقول له بعد اذنك اطبع لي اللون اهو، اطبع لي كار 1 دوت اندرسكور كلر. يعني كده يا حسين انا حميت البيانات بتاعتي؟ ما انا لسه قايل لك يا قلب اخوك، دي مجرد اشاره للمبرمج انه خلي بالك ان ده مخصص للاستخدام الداخلي للكلاس، جوه الكلاس فقط. هل ده معناه ان ما اقدرش اوصل له؟ لا، اقدر اوصل له واعدل عليه كمان. يعني انا لو قلت كار 1 دوت اندرسكور كلر وغيرت لونه من الاحمر للازرق، تعالى كده اطبع لي بعد اذنك، ظهر لي ايه؟ بلو. ده يثبت لك ايه يا معلم؟ ان الاندرسكور في بايثون هي مجرد اتفاقية وليست آلية حماية قوية زي لغات البرمجة التانية، زي مين؟ زي الجافا مثلا اللي فيها كيورد اسمها protected وبتحمي حرفيا. واضحة الصورة كده؟ واحدة واحدة هو على مهلنا، احنا بنحاول نكسر التعقيد ده حتة حتة، تمام؟ اتمنى تكون بتكتب ورايا وبتاخد نوتس وما تعتمدش على عقلك، وزي ما قلت لك ما تتفرجش على الفيديو كأنه فيلم، تمام؟ تالت نوع والاخير وهو الخاص، البرايفت. بص بقى، اللي فات كوم او اللي فات حماده، تمام؟ واللي جاي ده حماده تاني خالص. عايزك تركز معايا قوي هنا، لان البرايفت دي مهمه جدا وهي اغلبيه الشغل هنشتغل بيها، تمام؟ يلا بينا. البرايفت بقى مالها يا معلم؟ ودي علشان احمي البيانات بتاعتي. طب ازاي احميها؟ عن طريق اني بحط علامة 2 اندرسكور، مش اندرسكور واحدة، لا 2 اندرسكور قدام المتغير بتاعي او قدام الميثودز بتاعتي. تعال ناخد مثال تاني. عندي كلاس اسمه بيرسون، تمام؟ والخصائص اللي عندي الاسم والراتب. حلو قوي الكلام ده. انا بقى عايز احمي الراتب ده ومش عايز اي حد يقدر يشوفه. يبقى اول حاجه هعملها ايه؟ هكتب 2 اندرسكور قبل متغير الراتب، تمام؟ وبكده بكل سهوله انا حميت المتغير بتاعي، يعني محدش يقدر يشوفه او يعدل عليه من بره. تعال نجرب. روح نادي عليه كده من بره، اطبع لي اهو بيرسون 1 دوت اندرسكور سالري. شغل الكود كده بعد اذن حضرتك، ظهر لي ايه؟ بيرسون اوبجكت هاز نو اتريبيوتس اندرسكور سالري. يعني هو بيقول لي ان هو مش موجود اصلا. مش موجود اصلا، ده معنى ذلك ان هو حسين اشتغل حماه بالظبط. جميل قوي.
طيب يا حسين كده أنا مش هينفع أغيّره خالص؟ طيب افرض عايز أزوّد المرتب بتاع الموظف ده، أنا كده محتاج الأول أشوف المرتب بتاعه قد إيه علشان أعرف أزوّده، يا عيني عليك وعلى دلعك، تعالَ أحبك وأنت كده مشغّل دماغك. تمام، أصل ياض بُص، شايف السؤال اللي أنت قُلته ده، ده ملخّص لحاجة اسمها الجِتر وأختها السِتر. إيه ده، إيه ده جِتر وسِتر إيه الحوار ده؟ تعالَ نشوف، تعالَ بقى نشوف إيه حوار الجِتر ده. الجِتر أهو من اسمها get، هات لي البيانات اللي معمول عليها حماية علشان أعرف أشوفها الأول، تمام، وأختها السِتر برضه من اسمها set، اللي هو عدِّل لي على البيانات المحمية دي يا معلم. مش عايزك تتوه منّي ها، أنا كل ده فين؟ أنا باعمل كده كل ده فين؟ جوّه الclass ذات نفسه، بكل سهولة أهو، هاروح أعمل method تانية اسمها get_salary ترجّع لي المرتب علشان أقدر أشوفه هو قد إيه. تعالَ نجرّب واحدة، واحدة أهو. بُص def get_salary تمام، والparameter self اوعى تنسى ها، أنا باتعامل مع class. وبعدين هانزل جوّه ها، جوّه return مين بقى؟ dot__salary بس كده. تعالَ بقى ننادي على مين؟ الmethods أهو، بكل بساطة واحدة، واحدة. print person1 dot get_salary واوعى تنسى القوسين، تمام. شغّل الكود كده بعد إذن حضرتك، الطبع معايا إيه، 1000 جنيه عادي بشكل طبيعي، حلو أوي، واحدة، واحدة أهو. بس أنا كده عرفت إن المرتب ده ماله 1000 جنيه، جبتها إزاي؟ عن طريق الgetter. طب أنا عايز أزوّد بقى المرتب ده، يبقى كده بكل سهولة هاروح أعمل method تانية أختها اسمها set_salary وهاخلّيها تاخد الself وparameter تانية مين؟ new salary وهنشتغل عادي بقى على إيه، على الlogic بتاعنا، حلو، يالّا بينا أهو. هاقول له if لو الnew salary أكبر من ال1000 جنيه لو سمحت خلّي الself dot underscore salary هي القيمة الجديدة بتاعة مين؟ الnew salary واضحة؟ الحوار ده مش محتاج شرح، ده logic تمام كده؟ يالّا بينا. هاروح أقول له بقى الperson one dot set_salary عايز أزوّد المرتب كام؟ 3000 جنيه، حلو أوي. بس كده خلاص أهو، تعالَ بقى نشوف المرتب بتاعنا اتغيّر والّا لأ. خلاص أنا كده خلّصت. print افتح القوسين person one dot get_salary واوعى تنسى القوسين. النتيجة كام يا معلم؟ 3000 جنيه. وكده أنا نجحت في المهمة بتاعتي. طيب الاستنتاج من كل ده بقى إيه اللي إحنا عمّالين نشرحه ده؟ إني علشان أوصل للprivate attribute باوصل لها من جوّه الclass ذات نفسه. يعني إيه من جوّه الclass ذات نفسه؟ اللي إحنا عملناه بقى من شوية في الgetter والsetter. طب لو حاولت أوصل لها بقى من برّه الclass اللي هو لو طبعت زي ما طبعت في الأول خالص print person1 dot salary هيدّيني error زي ما شُفنا مع بعض في الأول خالص. يبقى علشان أوصل للprivate attribute محتاج أعمل إيه؟ محتاج أضبّط الجزء ده من جوّه أو أوصل له من جوّه الclass ذات نفسه عن طريق مين؟ الgetter والsetter. واضحة الدنيا كده؟ زي الفل أوي، أوي، أوي. آخر رسالة حابب أقولها لك إن كل العلامات اللي إحنا شرحناها دي مجرد طريقة لكتابة الكود علشان تعرّف الناس اللي شغّالة معاك تمشي إزاي. يعني ده معناه للأسف إني ما فيهاش حماية فعلية على البيانات بتاعتي. وده الاختلاف بين بايثون وبين لغات برمجة زي الجافا والC++. لأن الجافا والC++ عندهم keywords اللي هم protected وpublic وprivate وبتحمل البيانات فعليًا، حرفيًا بتحمل بيانات. لو وصلت لآخر الفيديو هنا معايا بجد أنت بطل، وشكرًا ليك أوي إنك استحملت كم المعلومات دي. وأتمنى بجد، بجد إن ربنا يكون وفّقني وقدرت أوصّل لك المعلومة بكل سهولة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سلام.